أهلا بكم. في كل الملاعب هنقابل لاعب هيحكي حكايته ويقول روايته. في الصحة هيقول كلام والرياضة كمان. انتظرونا حلقة جديدة وبرنامج كل الملاعب. معاكم مكملين رسالتنا ومواصلين رحلتنا. في كل الأندية المصرية هتلاقونا في كل الملاعب المصرية. كاميرا برنامج كل الملاعب هتسلط الضوء على مواهب عديدة، على نجوم قدموا كتير لمصر. بيشرفني النهارده ضيف عزيز على قلبي، العميد الكابتن احمد عبد الله، رئيس المؤسسه المصريه للمحترفين. اهلا بيك كابتن احمد. اهلا بيك استاذ هيثم، واشكرك على ان انت واقف معانا الفتره اللي فاتت دي وبتدعمنا بجد. شكرا كابتن احمد، احنا فخورين بيك وبالمؤسسه المصريه. اشكرك. اللي انت بتبذل بيه فيها مجهود كبير جدا. ده والله مجهود عشان ناس زي حضرتك بتقف، واشكر فريق البرنامج شكر كتير جدا لدعمنا ووقوفوا جنبنا بجد. انا مش عارف اديكم حقكم اكتر من ان انا اقول لكم شكرا. الكابتن احمد عبد الله او العميد احمد عبد الله هو احد ابناء القوات المسلحه اللي اصر يكمل طريق الرياضه من اجل الرياضه المصريه. كابتن احمد عبد الله في حلقات سابقه عرفنا ان هو بيصرف من جيبه الخاص على بالزبط. الرياضه، ويتمنى ان المنظومه تعدي. كابتن احمد عبد الله، الفترة الجاية بإذن الله يبقى في دعم قوي للمؤسسة المصرية للمحترفين. بس أعتقد بعد حلقاتنا السابقة في بصيص أمل، يعني والله في بصيص. اللي استجاب أولياء الأمور ساهموا معايا، في بعض رجال أعمال محترمين بشكرهم جدا، في بعض المؤسسات المحترمة منها برضو القوات المسلحة ساهمت معايا ووقفت جنبي، أشكرهم. وأتمنى نظرة من الشباب والرياضة هي الأهم، إنها المفروض أنا مش أغنى من الشباب والرياضة. أتمنى إن الشباب والرياضة تدعمني بقوة، لأن أنا شغال لوحدي وبحاول إن أنا أعمل طريق محترم وصحيح. وبشكر برضو الناس اللي رشحتني امبارح إن أنا أكون سفير السلام في مؤتمر السفراء العربي امبارح، أشكرهم جدا. بنبارك لك يا كابتن أحمد. ربنا يبارك في حضرتك. أحمد عبد الله هو أيضا مقاتل في الرياضة. هتواصل طريقك طبعا، هواصل وهتكمل اكيد. طول ما في ناس زي حضراتكم، وطول ما في اولياء امور واخدين الموضوع بقوه واحترام، طول ما في بطلات زي دول، هم دول الامل. انا الاطفال دي هي رقم واحد في دفعي للامام. دعاء الطفل او حب الطفل ليا هو اللي بيجبرني كل ما الاقي اي معوقات مقابلاني لازم اقول ستوب. للاسف معوقات كتير جدا، ولما كنت بره كنت بعمل كتير جدا احسن من هنا، ولكن انا بقول مصر هي الاهم بس عندي. هتكمل في مصر؟ اكمل طبعا، ده واجب عليا، واجب وطني قبل ما يكون واجب اخلاقي. ولازم شعار الاحترام قبل الاحتراف يبقى موجود عشان البطلات دول، وعشان اولياء امورهم، وعشان كل الموجودين. وبوجه رساله مهم جدا لكل ولي امر ابنه اتظلم، ابنه ما بيحصلوش دعم، ابنه ما حدش بيسمع. المؤسسه المصريه للمحترفين فاتحه ابوابها مصر كلها، وبقول لكل حد مظلوم او اي حد مش عارف ياخد حقه في الرياضه، انا تحت امركم، ابوابي مفتوحه. انا انتهزها فرصه غير القادرين ان هم ولادهم يمارسوا رياضه، دي بنتهزها فرصه من البرنامج يعني. بالظبط. انا بعمل تدريبات في جميع فروع المؤسسه مجانا للجمعيات الايتام يومين في الاسبوع، وبعمل لكل غير قادر، اي حد غير قادر على مواصله ان هو يدخل حزام او يدخل بطوله او غيره، انا متكفل بكل المصروفات او كل حاجه. وانا بشجع كل الشباب وبشجع كل الاطفال، اللي زي دول كده، دول ما كانوش لاقيين امكانيات، لقوا المؤسسه وقفت معاهم حتى لو معنويا. كابتن احمد، صدقني هيكسروا الدنيا. الدنيا. دي فرصه بنوجهها احنا رساله بقى للايتام. كابتن احمد تحت امرك. بيفتح المؤسسه المصريه للايتام، المؤسسه المصريه للمحترفين للايتام، للتدريب مجانا، ويكون في ابطال من خلال المؤسسه بتاعته ديت. حاجه جديده بنشكر عليها الكابتن احمد، وديت رسالتنا برضو في البرنامج. قدرنا نقتنصها، مش نقتنصها، الكابتن احمد بصراحه ما بيبخلش. وهنقول برضو معلش يا كابتن احمد، نقول اقتنصناها من المؤسسه المصريه للمحترفين. لا تحت امرك، ده واجب وطني وواجب اخلاقي، ان انا لازم القادر وغير القادر ان هو يبقى موجود وله مكان في مصر، لان احنا من واجبنا واخلاقنا كمصريين لازم كلنا نقف جنب بعض. جمعيات الايتام لها حق علينا، الفقراء اللي مش قادرين يدخلوا التدريب، لان اصبح التدريب دلوقتي للاسف تجاره، تدي فلوس ما تقدرش تنافس الانديه الكبيره جدا المنتشره في مصر. بس انا بقول الاطفال دول
هنقدر نوصل لمستوى اعلى ان شاء الله الفتره الجايه، وهم دول الامل وهم دول اللي هنقف معاهم. واحنا مش اكبر من الدوله، ولكن احنا بنقول احنا جزء من الدوله، وهنحاول بقدر الامكان الفتره الجايه باذن الله ان احنا ندي كل واحد حقه، الفقير زي الغني، لان دي رساله لازم نأديها باحترام. كابتن احمد، طبعا انت بعيد بقى عن المنظمات التانية، انت المؤسسه المصريه للمحترفين فيها العاب عديده اكتر من 22 لعبه. يعني انت مش متوقف على لعبه كيك بوكس، مش متوقف على كونغ فو ولا اي دلوقتي لعبه. دلوقتي الامور اتعدلت، الامور بقى كل منظمه عارفه هي بتأدي دور ايه، وانت ما عندكش مانع ان انت تتعاون مع اي منظمه في سبيل الرياضه المصريه. اتمنى الاتحادات سمعان، اتمنى رؤساء الاتحادات، انا بعمل باقل الامكانيات نظام وبروتوكولات بتفيد كل الشباب. ارجوكم ادونا مساحه، حاولوا تساعدونا، احنا مش طالبين منكم حاجه، احنا طالبين منكم ان انتوا تبقوا مشرفين على نشاطنا، طالبين منكم ان انتوا تقفوا جنبنا، طالبين منكم ان انتوا تقفوا وتساندونا معنويا. انا مش عايز ماديا. ما فكرتش تحول مؤسسه لنادي رياضي؟ والله كان في قدامي ان انا احول، في قدامي ان انا ابقى تابع الشباب والرياضه، ولكن للاسف طول ما الفكر الموجود لا يفكر الا في الدخل والخرج والفلوس، اسف انا لا انتمي الى احد الا مصر، ويكفي ان انا مؤسسه رسميه مشهره تابعه للضرائب العامه وتابعه لنقابه المهن الرياضيه، وتعتبر زي شركه مصريه ذات مساهمه محدوده. بحاول ان انا اجمع حد اشوف رعاه. اتمنى في منظمات رياضيه برضو مشهره ونفس القضيه بتاعتك، نفس مشكلتك، ايه الحل؟ يعني في منظمات مثلا في الكيك بوكس، في منظمات في العاب تانية مختلفه. المؤسسه اغلب المنظمات تخصصات، بمعنى ان في المنظمات الموجوده في مصر اغلبهم منظمات اجنبيه، ما فيش الا بعض المنظمات المصريه زي مثلا الكابتن عبد الرحمن رستم، دي منظمه مصريه 100%، بندعو كل الناس انها تشارك فيها من المنظمات. في بقى منظمات اجنبيه كتير، في اتحادات عالميه كتير، في دول احنا اتكلمنا عليهم والحمد لله قدرنا من خلال رسالتنا ان احنا نوقفهم. كان ممارسات غير شرعيه بالظبط، ولكن المنظمات ديت وانت يا كابتن احمد كمؤسسه مصريه بتضم الالعاب دي كلها اكتر من 22. ايه الحل مع الشباب والرياضه؟ الحل مع الشباب والرياضه ان احنا نخلينا في طريقنا بدون ان نلجأ ليهم، واحنا هننجح وهم اللي هيجوا بعد كده يقولوا لنا احنا معاك. بشكر كل اللي بيقف جنبي، بشكر كابتن نشأة الشاويش من اللي جاي من المنصورة وولاده اللي حضروا النهارده، هاجر وهدير، بشكر الكابتن حمادة وبنته سجا وجودي، بشكر الكابتن محمد عبده وحضوره النهارده معانا ومعاه البطلة شهد، وبشكر كل الموجودين، وبشكر أهل دماس، وبشكر كل الناس المحترمة، وبشكر الناس اللي بترعى الكابتن عبد الرحمن رستم ورعايته، كابتن محمد عبده ووجوده ووقوفه جنبنا، والشكر الكتير قوي الكابتن بسنت النجدي، دي كابتن مش معانا ولكن هي موجودة في السعودية بتدعمنا معنويا ماديا، بتدعمنا بكل حاجة، دي ببعت لها شكر كبير جدا. بسنت النجدي دي يعتبر هي الضلع الرئيسي معايا في المؤسسة، مدربة حاصلة على 3 دان ومدربة كبيرة جدا، بتدعمنا من بره، بتمرن في السعودية، هي المتحدث الرسمي للمؤسسة المصرية للمحترفين، ويعتبر أكتر واحدة من ضمن الناس الموجودين معايا اللي شغالة بقوة وبتدعم الجميع بصراحة. ان شاء الله في تواجدها في القاهرة ان شاء الله يبقى يكون لنا قريب، هتيجي ان شاء الله الفترة الجاية دي. كابتن احمد، قبل ما نختم كلمة أخيرة توجهها لمين؟ ومش عايز بقى المرار، خلاص انت بدأت وما شاء الله المؤسسة بقت في كل ربوع مصر، كلمة أخيرة تقولها لمين؟ كلمة أخيرة بوجهها لوالدتي ربنا يشفيها، دي هي ست الكل وهي اللي فوق دماغي وهي اللي بتديني دفع كل ما احاول ان انا ارجع، تقول لي وتقويني. امي هي رقم 1 في حياتي، ربنا يخليها، ودعاها هو رقم 1 وهو ده اهم حاجة. وثانيا أسرة المؤسسة المصرية للمحترفين بشكرهم جدا، بشكر كل مسؤول بيقف معايا، بشكر كل مدرب بيجتهد معايا ومخلص، بشكر كل واحد بيساعد في إظهار النشء المحترم دول، بشكر فريق العمل، حضرتك أكبر داعم للمؤسسة المصرية للمحترفين، بشكر معدين البرنامج، بشكر مخرج البرنامج، أشكركم جميعا وأتمنى التوفيق لمصر. مصر فيها أبطال عالميين، والله الابطال المصريين دول لو حد اهتم بيهم، عندنا ثروه شبابيه كبيره جدا، لو اهتمينا بيهم هنكسر الدنيا. صدقوني، اقفوا جنبي، مش اقفوا جنبي بالفلوس، اقفوا جنبي دعم معنوي، حاولوا تسهلوا لي الطرق ما تعقدوهاش. صدقوني كل حته في مصر فيها بطل، كل حته في مصر فيها امكانيات عاليه. اتمنى
ان انتوا تقفوا جنبي، وانا مش عايز منكم حاجه. الابطال دول لهم حق علينا في كل نجع، في كل كفر، في كل قريه، في كل مكان. اتمنى ان الناس تقف معايا، اتمنى ان الناس تدعمني، وصدقني بطل المصري ده هيكسر الدنيا بعد كده ان شاء الله. شكرا يا كابتن فندم. احمد. وبفكر بس المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضه احمد عبد الله مصري مش جنسيه تانية. بنشكركم وبنفكركم في كل الملاعب هنقابل لاعب هيحكي حكايته ويقول روايته. في الصحه هيقول كلام، والرياضه كمان. انتظرونا الاسبوع القادم وحلقه جديده وبرنامج كل الملاعب. انتظرونا.